معكم خوش كنتمنى بخير على خير بأحسن الأحوال إن شاء الله. خوش فيديو جديد كيف العادة. خوش هاد الفيديو هذا مهم لجميع التلاميذ الخوش. خوش بارطاجيو وديروا لايك وشيره بارطاج مع صاحبك. ندخلوا في لا فيديو ما نطولش عليكم. خوش هذه مذكرة اللي خرجت لي، المذكرة اش فيها؟ خوش فيها الامتحانات اللي غيدوزو جميع الأسلاك. خوش أولا امتحانات التعليم الابتدائي. امتحان موحد يجرى امتحان موحد الإقليمي من فاتح يوليوز 2024. باستمرار الدراسة تستمر الدراسة بشكل عادي في أقسام السنة السادس ابتدائي إلى غاية 29 يونيو 2024. أما ما بين 20 و 29 يونيو 2024 إعداد جامعي امتحان موحد الإقليمي لنيل شهادة دروس ابتدائية من خوش السادس يديروا معاهم واحد المراجعة. أما انعقاد المجلس الأقسام تنعقد مجلس الأقسام لجميع المستويات بالتعليم الابتدائي من 11 إلى 13 يوليوز 2024. معنا الخوت فوقاش عيطاهم النتائج. أما بالنسبة لامتحانات التعليم الثانوي إعدادي غتكون الخوت من فاتح يوليوز 2024. وبالنسبة لاستمرار الدراسة غتكون إلى غاية 29 يونيو 2024. ومن 20 و 29 يونيو 2024 إعداد الجامعي امتحان موحد جهوي من الخوت بحال يديروا لهم داكشي نفس التواريخ عاطينهم بالنسبة للكاتريوم السادس. أما بالنسبة لانعقاد مجلس الأقسام غيكون تا هو من 11 إلى 13 يوليوز 2024. أما بالنسبة لامتحانات التعليم الثانوي التأهيلي الامتحانات الوطني موحد يعني الشهادة البكالوريا الدورة العادية تجرى من 10 و11 و12 13 يونيو 2024 بالنسبة لجميع الشعب والمسالك. أما الدورة الاستدراكية حتى هي من 10 و11 و12 و13 يوليوز 2024. أما بالنسبة للامتحان الجوهوي الموحد الخاص للمترشحين الأحرار الدورة العادية خوشها من 5 و 6 يونيو 2024. أما بالنسبة للدورة الاستدراكية راه 3 و 4 يوليوز 2024. أما المترشحين الأحرار الدورة العادية راه تكون من 7 و 8 يونيو 2024. والدورة الاستدراكية راه تكون يوم 5 يوليوز 2024. والامتحان الجوهري الموحد السنة الأولى من سلك البكالوريا الدورة العادية من 5 و 6 يونيو 2024. والدورة الاستدراكية 3 و 4 يوليوز 2024. أما بالنسبة للمدونات الخوش تجرى مدونات خاصة بالدورة العادية الامتحان الوطني موحد البكالوريا يوم 24 و 25 يونيو 2024. تجرى مدونات خاصة بالدورة الاستدراكية الامتحان الوطني موحد يوم 18 يوليوز 2024. وتجرى مدونات خاصة بامتحان الجهوي موحد السنة الأولى من سلك البكالوريا مباشرة بعد نهاية العملية المرتبطة بالدورة الاستدراكية لهذا الامتحان قبل التوقيع المحضر الخروج. أما بالنسبة لإعلان النتائج يعني النتائج الدورة العادية بالنسبة لامتحان الشهادة البكالوريا يوم 26 يونيو 2024. وإعلان نتائج الدورة الاستدراكية لامتحان شهادة البكالوريا يوم 19 يوليوز 2024. بالنسبة لاستمرار الدراسة تستمر الدراسة إلى غاية 4 يونيو 2024. أما بالنسبة ل27 ماي و 4 يونيو 2024 غيكونوا كيوجدوا مع التلاميذ ديال الامتحان الجهوي والامتحان الوطني. و26 يونيو و2 يوليوز 2024 غيكون إعداد جماعي للاستدراكية خوش الامتحان الوطني. أما بالنسبة لمجلس الأقسام بالتوجيه تسلم نتائج مجلس الأقسام وتوجيه المستويات غير إشهادية بالسلك الثانوي والتأهيلي ابتداء من 2 يوليوز 2024. بالنسبة للخوت الجدوع راه ياخدو نهار 2 يوليوز 2024 النتائج ديالهم. أخوت هذا ما كان في لا فيديو نتمنى ديروا واحد لايك واشتراك وبارطاج مع صحابكم باش يعرفوا يستافد. بيس ليكم نطلعوا فيديو جديد.